السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أشطر طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله في مادة الدراسات الاجتماعية هناخد أول درس في الترم الثاني بعنوان توزيع سكان بلدنا وخصائصهم. يعني إحنا هنتكلم عن السكان في مصر. طيب طالما هنتكلم عن السكان يا سنة رابعة، عايزين نعرف الأول هو عدد السكان في مصر وصل لكام في سنة 2025. كنا عددنا بالظبط 108 مليون نسمة. ده عدد سكان مصر في سنة 2025. طيب هو مين اللي بيطلع لنا أساسا عدد السكان ده؟ يعني مين اللي مسؤول على إنه يعد السكان ويطلع لنا العدد ده؟ اللي مسؤول عن الموضوع ده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ده جهاز مسؤول إن هو يعد السكان ويجيب لنا عددنا في مصر وصل لكام. وآخر مرة عد فيها السكان كان في سنة 2025، كان عددنا 108 مليون نسمة. ما ننساش بقى الرقم ده 108، ده عدد سكان مصر. طيب هي السكان في مصر كل المحافظات السكان اللي فيها قد بعض؟ أكيد لأ. يعني مثلا هتلاقي محافظة عدد سكانها أكبر بكتير من محافظة تانية، زي مثلا محافظة القاهرة ومحافظة جنوب سيناء. محافظة القاهرة يا سنة رابعة هي أكبر المحافظات اللي فيها عدد سكان، أكتر محافظة في كل المحافظات اللي في مصر فيها عدد سكان. طيب عايزين بقى أقل عدد سكان موجود في أنهي محافظة؟ في محافظة جنوب سيناء. يبقى احنا كده عرفنا 3 حاجات في الجزء ده. عرفنا عدد سكان مصر وصل لكام في 2025؟ 108. طيب جميل. طيب وأكتر المحافظات فيها سكان؟ محافظة القاهرة. طيب أقل محافظة فيها سكان؟ محافظة جنوب سيناء. طيب احنا لسه كنا بنقول إن كل محافظة بيختلف عدد سكانها عن المحافظة التانية، صح؟ صح. طيب الصورة اللي قدامنا دي بقى خريطة مصر، والصور اللي فيها والألوان دي بتبين لنا المحافظات اللي موجودة في مصر. يعني احنا عندنا كل المحافظات اللي في مصر موجودة قدامنا اهي. طيب ايه بقى علاقة الألوان دي؟ هتلاقي في محافظات لونها غامق، لونها فوشيا، وفي محافظات تانية لونها بينك. طيب احنا عايزين نعرف ايه فرق الدرجات دي، يعني بتدل على ايه؟ بتدل ان المحافظة اللي لونها غامق قوي، اللي متلونة بلون غامق جدا، زي مثلا محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الشرقية، دي محافظات فيها أكبر عدد سكان، يعني محافظات زحمة جدا. يبقى احنا كده عندنا في 3 محافظات مزدحمة بالسكان اللي هم القاهرة، الجيزة، الشرقية. شاطرين يا سنة رابعة. طيب اللون البنك الفاتح ده بقى بيدل على ايه؟ بيدل على المحافظات اللي فيها عدد متوسط من السكان. عدد متوسط يعني ولا كتير قوي ولا قليل قوي، زي مثلا سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الأقصر، قنا، أسوان. كل دي محافظات عدد سكانها متوسط. احنا كده عرفنا المحافظات اللي فيها زحمة جدا يعني مزدحمة بالسكان وخدنا أمثلة، وعرفنا برضو المحافظات اللي فيها عدد سكان متوسط. طيب بقى عندنا لون أخير، اللون الأبيض، زي مثلا محافظة مطروح، محافظة الوادي الجديد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر. المحافظات اللي متلونة باللون الأبيض دي بقى سنة رابعة، دي أقل محافظات فيها سكان. يبقى احنا كده خدنا من الصورة اللي قدامنا دي أو الخريطة اللي قدامنا دي 3 حاجات: المحافظات المزدحمة بالسكان، والمحافظات متوسطة السكان، والمحافظات قليلة السكان. مطلوب مننا ايه بقى دلوقتي سنة رابعة؟ مطلوب مني انا وانت ان احنا نعرف المحافظات المزدحمة بالسكان والمحافظات متوسطة السكان وقليلة السكان، نعرف عن كل واحدة فيهم شوية معلومات بسيطة خالص. تمام؟ طيب محافظات مزدحمة السكان اتفقنا زي محافظة القاهرة والجيزة، سهلة جدا. طيب عددها بيكون قد ايه مثلا؟ انا عايزه رقم، يعني انا دلوقتي عايز رقم، هي مزدحمه لكن انا مش عارف هي مثلا عدد السكان فيها بيبقى قد ايه. بص، محافظات مزدحمه السكان زي القاهره والجيزه عدد سكانها بيكون اكتر من 8 مليون نسمه. اكتر من 8 مليون نسمه عايشين في محافظه واحده، كده بنقول على المحافظه دي انها مزدحمه السكان. طيب احنا اتفقنا زي محافظة القاهرة والجيزة. طيب احنا عايزين نعرف محافظة القاهرة دي دلوقتي زحمة قوي كده ليه؟ فهنا حطينا سؤال بما تفسر، وقلنا بما تفسر محافظة القاهرة هي أكثر محافظات مصر سكانا. إيه السبب؟ بسبب 3 حاجات. أول حاجة لأن هي عاصمة البلاد،
لأن هي العاصمة بتاعة البلاد اللي موجود فيها إيه بقى؟ موجود فيها كل الوزارات زي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وكمان موجود فيها كل المصالح الحكومية. يعني أي مكان نحب نطلع منه ورق ليه علاقة بالحكومة نروح على طول المصالح الحكومية اللي موجود فين؟ في محافظة القاهرة. طيب إيه كمان؟ موجود بقى في محافظة القاهرة دي شغل كتير قوي، يعني فيها فرص عمل كتيرة جدا لكل الشباب، عشان كده بتلاقوها زحمة دايما. يبقى محافظة القاهرة دلوقتي في وقتنا الحالي هي زحمة ليه؟ مزدحمة ليه؟ إيه السبب؟ اتفقنا أن عندنا 3 أسباب يا سنة رابعة. 1، لأنها عاصمة البلاد. 2، لأنها يوجد بها الوزارات والمصالح الحكومية. 3 حاجة، بتتوفر بها فرص العمل، فيها شغل كتير جدا للشباب. طيب احنا كده اتكلمنا عن محافظة القاهرة دلوقتي، يعني حاليا. طيب انا برضو عايز اعرف زمان محافظة القاهرة دي كانت عاملة ازاي. كان في منطقة في القاهرة اسمها عين شمس. منطقة عين شمس دي كان بيتقال عليها زمان اسم أون أو اسم أون. المهم ان هي ألف واو نون، بنقول عليها أون أو أون. منطقة عين شمس دي كانوا بيقولوا عليها اسم أون، وكانت زمان بتعتبر هي عاصمة البلاد، عشان كده كانت زحمة. طيب وإيه كمان؟ وبرضو القاهرة دي كانت زمان يا سنة رابعة بتعتبر مركز للعلم والثقافة. يعني أي حد عايز يدرس، أي حد عاوز يتعلم، أي حد عاوز يتعرف على أي علم أو أي ثقافة كان بيجي محافظة القاهرة دي ويلاقي فيها كل حاجة. كانت بتعتبر مركز للعلم والثقافة، عشان كده كانت زحمة جدا زمان. طيب ايه الدليل ان هي كانت مركز للعلم والثقافة؟ احنا عايزين دليل. هنلاقي ان السكان فيها زمان كانوا بيشتغلوا في الكتابة والتعليم والصناعات المتنوعة. يعني كانوا مهتمين جدا 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 بالكتابة، يفضلوا يكتبوا ويدونوا كل حاجة ليها علاقة بالعلم، وكانوا مهتمين جدا بالتعليم، وكانوا كمان بيهتموا بالصناعات المتنوعة، كل الصناعات بقى اللي تتخيلوها. يبقى محافظة القاهرة زمان كانوا بيقولوا على منطقة عين شمس اسم أون، وكانت ساعتها هي عاصمة البلاد، عشان كده كانت زحمة. تاني حاجة، كانت مركز للعلم والثقافة. يعني أي حد كان عايز يجي يدرس فيها أو يتعلم أي حاجة ليها علاقة بالعلم كان بيجي محافظة القاهرة. طيب احنا عايزين نعرف الدليل على إن القاهرة دي كانت مركز للعلم والثقافة. الدليل يا سنة رابعة إن كانوا سكانها بيشتغلوا في الكتابة والتعليم والصناعات المتنوعة. كانوا السكان محافظة القاهرة دي بيشتغلوا في إيه؟ في الكتابة والتعليم والصناعات المتنوعة. يبقى احنا كده دلوقتي خدنا محافظات مزدحمة السكان اللي عدد سكانها أكتر من 8 مليون نسمة، زي محافظة القاهرة والجيزة. وقدرنا برضو نعرف إن محافظة القاهرة دلوقتي يعني حاليا زحمة ليه، وزمان كانت زحمة ليه. عايزين بقى ناخد تاني حاجة، المحافظات متوسطة السكان. عايزين نعرف زي محافظات ايه وعدد سكانهم قد ايه. طيب محافظات متوسطة السكان يا سنة رابعة عدد سكانها بيكون من 1 إلى 8 مليون نسمة. يعني عدد السكان بيبدأ من 1 إلى 8 مليون نسمة. كده المحافظة دي نقول عليها متوسطة السكان. زي ايه كده؟ زي محافظة الدقهلية ومحافظة البحيرة ومحافظة سوهاج. ال3 محافظات دول عدد سكانهم متوسط، وقلنا إن عدد السكان بيكون من 1 ل 8 مليون نسمة. طيب عايزين بقى ناخد محافظة سوهاج زمان ودلوقتي زي ما عملنا كده في محافظة القاهرة بالظبط. بصوا دلوقتي محافظة سوهاج هي من المحافظات متوسطة السكان، وموجود فيها معظم سكان القرى. موجودين فين بقى؟ عايشين فين تحديدا؟ على ضفاف نهر النيل. يعني موجودين على الأراضي اللي هي موجودة حوالين نهر النيل. يعني الأراضي اللي زي اللي موجودة في الصورة قدامنا كده، نهر النيل بيكون في النص وفي أراضي من الناحية دي ومن الناحية دي. أهي بقى الناحية دي والناحية دي اللي هي الأراضي دي ودي بنقول عليها ضفاف نهر النيل. الأراضي دي بقى السكان بدأوا يقعدوا عليها. تمام؟ طيب بدأوا يقعدوا عليها ليه؟ لأن دي أراضي خصبة، يعني أراضي ينفع يزرعوا فيها، أراضي صالحة للزراعة. فبدأت السكان تقعد في الأماكن دي، وبدأ هنا يحصل تركز للسكان. يعني السكان قعدوا خلاص في الأماكن دي لأن هم يقدروا يزرعوا في الأماكن دي، وكمان جنبهم نهر النيل مية عذبة. يبقى احنا كده عندنا مية وعندنا أرض نقدر نشرب ونزرع.
فالسكان قعدوا على فين؟ على ضفاف نهر النيل، وبدأوا بقى يشتغلوا في الزراعة. ومحافظة سوهاج سنة رابعة عدد قليل منها قوي اللي بيعيش في المدن، يعني الأماكن اللي هي بتعتبر ما فيهاش أراضي زراعية. يبقى محافظة سوهاج حاليا، يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، بتعتبر من المحافظات متوسطة السكان. بيتركز فيها السكان فين؟ في القرى، تحديدا على ضفاف نهر النيل. وقلنا ليه بيقعدوا على ضفاف نهر النيل؟ علشان يشتغلوا في الزراعة. يبقى يعمل معظم سكانها بالزراعة، يعني بيشتغل سكانها في الزراعة، وعدد قليل منها جدا بيعيش في المدن. يبقى يعمل معظم سكانها بالزراعة، ويعيش القليل من سكانها في المدن. ده حاليا. طيب احنا عايزين نعرف بقى مدينة سوهاج دي زمان، يعني قديما، كانت عاملة ازاي؟ أول حاجة، مدينة سوهاج دي كانوا بيتقال عليها اسم أبيدوس. واحدة واحدة، الاسم صعب، اسم أبيدوس. يبقى محافظة سوهاج عرفنا اسمها زمان باسم أبيدوس، كانوا بيقولوا عليها اسم أبيدوس. ومعظم سكانها كانوا بيشتغلوا في ايه؟ في الزراعة وفي صناعة الفخار. تاني كده مع بعض يا سنة رابعة. زمان يعني قديما، محافظة سوهاج كان بيقولوا عليها أبيدوس، كانت معروفة باسم أبيدوس، وكان سكانها بيشتغلوا في الزراعة وصناعة الفخار. إنما حاليا كانت المحافظة دي معظم سكانها بيعيشوا في القرى على ضفاف نهر النيل، وبيشتغلوا في الزراعة، وعدد قليل منهم خالص بيعيش في المدن. تعالوا بقى نختبر نفسنا في الأسئلة اللي قدامنا دي على الجزء اللي احنا شرحناه. أكمل. سميت منطقة عين شمس بالقاهرة قديما باسم، فاكرين الاسم اللي كان بيتقال على عين شمس في القاهرة؟ اسم أون أو أن، قولوه زي ما تقولوه، المهم تكتبوه صح في الامتحان. اسم أون. طيب يعمل معظم سكان محافظة سوهاج حاليا بإيه؟ عايزين نعرف السكان بيشتغلوا دلوقتي في محافظة سوهاج في إيه؟ بيشتغلوا في الزراعة. شاطرين يا سنة رابعة. طيب بما تفسر ازدحام محافظة القاهرة بالسكان. ايه السبب ان محافظة القاهرة عندي مزدحمة بالسكان؟ اتفقنا ان هي عشان عاصمة البلاد، وكمان لانها يوجد بها الوزارات والمصالح الحكومية. طيب اخر حاجة، تتوفر بها فرص عمل، يعني موجود فيها شغل للشباب، يتوفر بها فرص عمل. عاوزين ناخد دلوقتي بقى محافظات قليلة السكان، يعني أقل محافظات موجود فيها سكان، ده بيكون عددهم قد إيه؟ بيكون عددهم أقل من 1,000,000 نسمة. اتفقنا كده سنة رابعة؟ محافظات قليلة السكان بيكون عددهم أقل من 1,000,000 نسمة. زي محافظات إيه كده؟ زي محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد. كل المحافظات اللي قلناها دي عدد سكانها قليل جدا، يعني أقل من 1,000,000 نسمة. طيب احنا هناخد مثال دلوقتي على محافظة الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد دي عدد سكانها قليل جدا. طيب ايه السبب؟ لأنها منطقة صحراوية، واحنا عارفين ان اي مكان فيه صحراء او منطقة صحراوية ما بيكونش فيها مية عذبة، يعني ما بيكونش فيها مية نقدر نشرب منها، نزرع منها، نستخدمها في بيوتنا، فالمية العذبة فيها قليلة جدا. ليه؟ لأنها منطقة صحراوية. يبقى ممكن يجي لنا سؤال دلوقتي يقول لنا بما تفسر محافظة الوادي الجديد من المحافظات قليلة السكان. ايه السبب؟ لأنها منطقة صحراوية تقل بها المياه العذبة، لأنها مكان صحراء وكمان قليل فيه قوي المياه العذبة. تالت حاجة سنة رابعة هناخدها عندنا في الدرس ده، التركيب السكاني. يعني ايه التركيب السكاني دي؟ مش فاهم؟ ببساطة كده التركيب السكاني ده المقصود بيه ان احنا هنقسم دلوقتي السكان الى مجموعتين، مجموعة هنقول عليها النوع ومجموعة هنقول عليها العمر. يعني دلوقتي انا ممكن اجي اقولك انت عمرك كام سنة، يعني سنك كام سنة، ابقى انا كده بسألك على التركيب العمري، بسألك عن عمرك سنك، يبقى انا كده اقصد التركيب العمري، بسألك عن العمر. طيب ايه بقى النوع التاني؟ ان انا لما اقولك دلوقتي انت نوعك ايه، يعني انت دلوقتي ولد ولا بنت، ذكر ولا انثى، كده انا بسأل عن النوع، انت ذكر ولا انثى، كده انا بسأل عن النوع.
يبقى لما نقصد هنا ونقول التركيب النوعي يعني النوع مقصود بيه ذكر ولا أنثى. طيب لو جيت قلت التركيب العمري أقصد هنا بقى العمر، يعني سنة كام سنة. يبقى احنا عندنا التركيب السكاني المقصود بيه تصنيف السكان إلى مجموعات، يعني دلوقتي بقسم السكان لمجموعتين حسب النوع والعمر. النوع يعني حضرتك دلوقتي ذكر ولا أنثى. طيب العمر يعني سنك كام سنة، انت من انهي فئة، فئة صغار السن يعني الأطفال، ولا من الشباب شاب حضرتك كده زيي، ولا من كبار السن زي مثلا جدي وتيتا. يبقى احنا دلوقتي فهمنا حاجتين. أول حاجة إن احنا عايزين نعرف إيه هو التركيب السكاني، عرفنا إن التركيب السكاني المقصود بيه تصنيف السكان لمجموعات حسب النوع والعمر. النوع يعني أنا دلوقتي بسألك أنت إيه، ذكر ولا أنثى. طيب والعمر يعني أنت دلوقتي سنك كام سنة، أنت شاب ولا طفل ولا من كبار السن يعني من الناس الكبار. طيب النوع يا سنة رابعة زي ما اتفقنا يعني ذكر ولا أنثى. طيب أنا عايز أعرف دلوقتي إحنا عندنا كام ذكر في مصر وكام أنثى في مصر. لما جينا نعد ونعرف لقينا إن عدد الذكور أكبر من عدد الإناث، يعني الولاد عددهم أكبر من البنات. الولاد عددهم 51.4%، إنما الإناث عددهم 48.6%. معنى كده إن الولاد اللي هم الذكور أكتر من الإناث. طيب إحنا عايزين دلوقتي نعرف العمر بقى. إحنا اتكلمنا عن إيه؟ التركيب النوعي يعني النوع ذكر ولا أنثى. طيب العمر أنا دلوقتي بقى عايز أعرف إحنا في مصر عندنا الأطفال عددهم قد إيه، والشباب عددهم قد إيه، وكمان كبار السن عددهم قد إيه. طيب صغار السن اللي هم الأطفال دول اللي بيكونوا أقل من 15 سنة، يعني لو أنت دلوقتي سنك أقل من 15 سنة أنت تعتبر من الأطفال. تمام؟ الأطفال عددهم في مصر قد إيه؟ 31.2%، ده عدد الأطفال اللي موجودين في مصر. طيب الشباب بيبدأ سنهم من 15 سنة إلى 64 سنة، يعني أنت دلوقتي لو سنك أكتر من 15 سنة تمام يبقى أنت كده من فئة الشباب، يبقى أنت كده شاب. تمام؟ طيب الشباب دول عددهم قد إيه؟ عددهم 62.9%، يعني عدد كبير جدا، هو أكتر عدد موجود عندنا في مصر. يعني إحنا عندنا الشباب أكتر بكتير من الأطفال ومن كبار السن. طيب كبار السن بقى بيبدأ سنهم من 65 سنة إلى أعلى، يعني دلوقتي لو جده أو تيتا سنهم 65 سنة أو أكتر من 65 سنة يعتبر إن هم كده من كبار السن، إنما لو أقل من 65 يبقى يعتبر كده هم شباب. تمام؟ طيب كبار السن دول عددهم في مصر قد إيه؟ 5.9%، يعني أقل عدد موجود عندنا، أقل نسبة. طيب تاني بقى هنتكلم عن تركيب السكاني. التركيب السكاني اتفقنا ان هو تصنيف السكان الى مجموعات حسب النوع والعمر. النوع اللي هو الذكور والإناث، واتفقنا ان الذكور يا سنة رابعة اكتر من الإناث. طيب والعمر اتفقنا ان احنا عندنا 3 حاجات: اطفال، شباب، كبار سن. طيب مين اكتر نسبة فيهم؟ طبعا الشباب، لان عددهم 62.9%، يعني اكتر من الاطفال واكتر من كبار السن. طيب تعالوا نشوف التركيب النوعي. احنا اتفقنا ان احنا عندنا في التركيب النوعي الذكور اكتر من الاناث، احنا عرفنا المعلومة دي، يعني الولاد اكتر من الشباب. حلو قوي. طيب تفتكروا بقى ان الذكور والاناث بتختلف نسبتهم من محافظة الى اخرى؟ طبعا دي مش محتاجة سؤال. طبعا نسبة الولاد والبنات بتختلف من محافظة إلى أخرى، يعني مثلا ممكن تلاقوا في محافظة القاهرة عدد الولاد أكتر بكتير من البنات، وفي محافظة تانية يعني مثلا محافظة بورسعيد ممكن نلاقي عدد البنات أكتر بكتير من الولاد. يبقى معنى كده إن بتختلف نسبة الذكور والإناث من محافظة إلى أخرى؟ أيوة بتختلف. طيب عايز أعرف السبب، هي ليه بتختلف؟ يعني ليه مش ممكن يكونوا كلهم زي بعض؟ أقول لكم لأ، هنا في سبب. ايه هو السبب؟ السبب الهجرة الداخلية. يعني ايه بقى الهجرة الداخلية دي؟ يعني الناس اللي بتسيب المحافظة بتاعتها وتروح محافظة تانية،
دي بنقول عليها هجرة داخلية. يبقى لو جالنا سؤال يا سنة رابعة بما تفسر بتختلف نسبة الذكور والإناث من محافظة إلى أخرى، إيه السبب؟ بسبب الهجرة الداخلية. حلو كده؟ جميل جدا. يبقى احنا كده خدنا التركيب النوعي، عرفنا ان الذكور اكتر من الاناث، وبتختلف نسبة الذكور والاناث من محافظة الى اخرى بسبب ايه؟ الهجرة الداخلية. طيب عايزين بقى نعرف التركيب العمري اللي هو موجود فيه الأطفال والشباب وكبار السن. دلوقتي بقى مطلوب مني اخد التركيب العمري اللي هي فئة صغار السن وفئة الشباب وفئة كبار السن. طيب صغار السن دول بيمثلوا تلت السكان في مصر، يعني ثلث السكان في مصر هتلاقيهم أطفال صغار سن. وطبعا الفئة دي احنا عارفين ان هم بيحتاجوا إلى رعاية، يعني محتاج حد ياخد باله منه، يبقى بيحتاج إلى رعاية كبيرة. وبيمثلوا قد إيه؟ ثلث السكان في مصر. طيب الأطفال أو صغار السن دول بتزيد نسبتهم من محافظة إلى أخرى، إيه السبب؟ يعني ممكن نلاقي مثلا محافظة الشرقية الأطفال فيها أكتر بكتير جدا من محافظة الجيزة. إيه السبب؟ بسبب كثرة الإنجاب. يبقى هنلاقي إن في محافظة بيزيد فيها عدد الأطفال عن محافظة تانية، إيه السبب؟ بسبب كثرة الإنجاب. طيب فئة الشباب دي الفئة اللي بتمثل النسبة الأكبر، يعني هي العدد الأكبر في كل الفئات. يبقى فئة الشباب بيمثلوا النسبة الأكبر من سكان مصر. وبنقول بقى على الفئة دي إيه يا سنة رابعة؟ بنقول عليها الفئة العاملة أو الفئة المنتجة. يعني إيه؟ يعني دول أكتر ناس بتشتغل، أكتر ناس هتلاقوها بتشتغل في مصر هي فئة الشباب. الشباب هم أكتر ناس بتشتغل في مصر. يبقى تاني، فئة الشباب هم أكتر نسبة من السكان في مصر، وبنقول عليهم الفئة العاملة لأنهم بيشتغلوا، أو الفئة المنتجة لأنهم اللي بيشتغلوا وبينتجوا بيدونا إنتاج. طيب في محافظات بتلاقيها فيها شباب أكتر بكتير من محافظات تانية، إيه السبب؟ بسبب وجود فرص عمل. يعني مثلا ممكن نلاقي محافظة القاهرة دي موجود فيها شباب كتيرة جدا أكتر من محافظة سوهاج. طب إيه السبب؟ لأن محافظة القاهرة ببساطة فيها شغل كتير قوي أكتر من محافظة سوهاج أو أي محافظة تانية. يبقى الشباب عندنا أو فئة الشباب بنلاقيها بتختلف من محافظة للتانية، إيه السبب؟ بسبب وجود فرص عمل. طيب ناخد بقى فئة كبار السن. الناس الكبار جدا دي أقل نسبة موجودة عندنا من سكان مصر، هم أقل نسبة. يبقى ممكن يجيلي سؤال هنا ويقول لي أقل نسبة هي فئة إيه؟ هنكتب فئة كبار السن. طيب أكتر نسبة فاكرين؟ هي فئة الشباب. حلو قوي. يبقى فئة كبار السن أقل نسبة من السكان في مصر. الفئة دي بقى سنة رابعة بتحتاج إلى رعاية زيها زي صغار السن بالظبط الأطفال. الناس دول بيكونوا كبار قوي، يعني مثلا جدي وتيتا دول سنهم كبير فمحتاجين ان حد ياخد باله منهم. زي مين؟ زي فئة صغار السن اللي هم الأطفال، برضو محتاجين حد ياخد باله منهم. يبقى فئة كبار السن فئة بتحتاج إلى رعاية زيها زي فئة صغار السن برضو بتحتاج إلى رعاية. وفئة كبار السن دي سنة رابعة هتلاقوها موجودة في كل محافظات مصر، يعني كبار السن موجودين في كل المحافظات. يبقى تاني كده مع بعض، التركيب العمري عندنا فئات صغار السن اللي هم الأطفال، ودول موجودين بنسبة تلت السكان في مصر، بيحتاجوا لرعاية كبيرة، وبيختلف عددهم من محافظة إلى أخرى بسبب كثرة الإنجاب. طيب فئة الشباب دول بقى بيمثلوا لي النسبة الأكبر من سكان مصر، وبنقول عليهم الفئة العاملة أو المنتجة، وكمان بيكون عددهم مختلف من محافظة للتانية. بسبب إيه؟ بسبب وجود فرص عمل. طيب فئة كبار السن دول بقى أقل نسبة من السكان، بيحتاجوا لرعاية كبيرة جدا، وبرضه موجودين في كل المحافظات في مصر. آخر حاجة في الدرس عندنا بقى سنة رابعة هي خصائص السكان في بلدنا. يعني إيه؟ يعني هنلاقي إن كل محافظة ليها خصائص سكانية بتتميز بيها عن أي محافظة تانية. طب الكلام ده بسبب إيه؟ الكلام ده بسبب الاختلاف إلى طبيعة البيئة اللي بيعيش فيها السكان. يعني مثلا هنلاقي إن في محافظات التعليم فيها بيكون كويس جدا، والأسر العائلات مهتمين إن هم يعلموا أولادهم، زي مثلا محافظة القاهرة. يبقى
كل محافظة بتتميز بخصائص بتختلف عن المحافظة التانية. الكلام ده ايه سببه؟ بيرجع إلى الاختلاف إلى طبيعة البيئة اللي بيعيش فيها السكان. قلنا زي التعليم بتختلف نسبة المتعلمين من محافظة إلى أخرى، يعني هتلاقي محافظة نسبة المتعلمين فيها أكتر بكتير من محافظة تانية، زي مثلا محافظة القاهرة، بتلاقي إن محافظة القاهرة عدد المتعلمين فيها أكتر بكتير من المحافظات التانية. طب إيه السبب؟ لاهتمام الأسر بالتعليم، أهاليهم مهتمة جدا بالتعليم. طيب وإيه كمان اللي بيميز محافظة عن التانية؟ المهن، يعني الشغلانات اللي بيشتغلوها. يعني كل محافظة سنة رابعة هتلاقي إن هي بتهتم بشغلانات غير المحافظة التانية. طيب الشغل اللي بيشتغلوه ده بنقول عليه النشاط الاقتصادي، بنقول عليه المهن. يبقى المهن هي الشغلانات اللي الناس بتشتغلها، هي النشاط الاقتصادي. طيب احنا عندنا مثلا في محافظة القاهرة بيهتموا أكتر شغلانة بيهتموا بيها هي إيه؟ النشاط الصناعي والخدمات، دي أكتر شغلانات بيشتغلوها في محافظة القاهرة. يبقى يعمل سكان محافظة القاهرة في النشاط الصناعي والخدمات. طيب محافظة سوهاج هنلاقي إن أغلبية سكانها بيشتغلوا في الزراعة. طيب محافظة الوادي الجديد هتلاقي إن أغلبية سكانها بيشتغلوا في الزراعة والرعي. يبقى كل محافظة بتختلف في الشغل بتاعها عن المحافظة التانية. يبقى تاني كده احنا اتفقنا ان كل محافظة ليها خصائص بتميزها عن المحافظة التانية. الكلام ده بيرجع لاختلاف البيئة، يعني المكان اللي هم عايشين فيه السكان. زي مثلا التعليم، هتلاقي ان نسبة التعليم بتختلف من محافظة الى اخرى. زي محافظة القاهرة، الناس بتهتم جدا بالتعليم في محافظة القاهرة. ايه السبب؟ لاهتمام الاسر بالتعليم. وعندي حاجة كمان، قلنا المهن، الشغلانات اللي الناس بتشتغلها عندي بتختلف برضو من محافظة إلى أخرى. طيب زي مثلا محافظة القاهرة بتهتم بالنشاط الصناعي والخدمات، هتلاقي إن محافظة سوهاج بتهتم بالنشاط الزراعي، هتلاقي محافظة الوادي الجديد بتهتم بالنشاط الزراعي والرعي. وبكده سنة رابعة نكون الحمد لله خلصنا الدرس الأول من مادة الدراسات الاجتماعية في الترم التاني. يا رب يكون الشرح بسيط وسهل وفهمتوه، وما تنسوش يا أشطر طلاب تشتركوا في القناة وتعملوا لايك علشان تشوفوا باقي الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.